السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا ام يزيد ودي قناتي بقدم معاكم يومياتي، بنقدم روتينات قوية جدا ووصفات اقتصادية وحلويات اقتصادية. لو مش مشتركة معايا في القناة بتمنى تشرفيني وتنوريني وتشتركي معايا، ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش باللايك. ويا صباح الحيوية والطاقة الإيجابية، يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبتدي بسرعة في الفيديو بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. هنبدأ النهاردة بالعجين. الواحد بيحتار كل يوم يعمل أكل ايه، يعمل غدا ايه، فقلت النهاردة اعمل بيتزا اهي تلملي بواقي التلاجة، وبرضو اكلة حلوة كده وتغيير عن كل يوم طبيخ وكده. نغير النهاردة ونعمل انا بيتزا. بعملها 4 كوبايات من الدقيق، بيعملوا 2 بيتزا حلوين حجمهم حلو يكفونا. ولو عايزة طبعا تصغري في العجينة يعملوا لك 3 وسط، بتبقى برضو كويسة. بجيب 4 كوبايات من الدقيق وبحط عليهم معلقة ونص خميرة اللي هو باكت الخميرة الفورية، وبحط عليه معلقة كبيرة من السكر ونص معلقة شاي ملح. وبعدين هقلب. انا كل مره بعمل فيها لبن بودره وبعجنها بلبن وبحط فيها زبادي وبيض، لكن النهارده هعملها كده بس دقيق وخميره وسكر وملح وبس. وهجيب بس فنجان زيت جنبي عشان الم بيه العجينه وخلاص كده. مش هكلفها بقى حاجات كتير النهارده ولا اي حاجه. وطبعا هجيب جنبي ميه دافيه وهبتدي بقى ان انا اعجن المكونات كلها مع بعض. الدقيق بيبقى دقيق سايب او دقيق متعدد الاستخدام عادي، انا بستخدم ده وده والنتيجه بتاعته بتطلع حلوه جدا. لازم الميه تكون معايا دافيه، مش سخنه قوي بتغلي ولا بارده قوي، يعني تبقى دافيه كده عشان بس تنشط العجينه وعشان كمان تخمر معاكي بسرعه. بعد خلاص ما بتلمي المكونات كلها مع بعض وبدأت تشكل عجينة، بتجيبي بس كده حبة زيت على ايدك عشان تلمي العجينة حلو جدا. طبعا لو زيت زيتون بيفضل جدا في العجينة البيتزا بالذات، بيخلي زيت الزيتون بيخليها بيتزا بجد زي بتاعت بره كده، بتبقى طعمها حلو قوي. لكن لو ما عندكيش عادي استخدمي زيت العباد العادي. احنا بس هنلم العجينة. احنا اتفقنا النهاردة ان احنا مش هنحط فيها اللي هي المكونات التانية. احنا هنعملها كده اقتصادية وسهلة وبس كده. ولميت العجينة وفضلت اعجن بقى بيها كتير كده على الرخامة. وبعدين خلاص بعد ما لمت معايا وبقت طرية وما بقاش فيها تكتلات ولا اي حاجة، قمت جاية بقى حط عليها المفرش وحط ولفها في فوطة وسايباها على جنب تخمر. نشوف بقى ورانا ايه. وامبارح كنا عاملين اوضة الركنة والبلكونة، فالنهاردة بقى نخش على اوضة جديدة نعملها. احنا قلنا هنمسك التنظيفات واحدة واحدة، مش هنتعب نفسنا، مش هنرهق نفسنا بقى في كل الشقة مرة واحدة، لا هنمسك اوضة اوضة نعملها واحدة واحدة على مهلنا. المهم شقتنا دايما تبقى نظيفة وكويسة، مش مهم بقى تعمليها في قد ايه، المهم ان انتي تعمليها وتتشجعي كده. مش مهم بتصحي امتى ولا بتنامي امتى ولا الكلام ده، المهم ان انت شقتك تبقى نظيفة. المهم تعرفي اولويات بيتك، تعرفي انت عليكي ايه. قومي من النوم، افطري، شجعي نفسك، اقري الاذكار. طبعا ما تنسيش الاذكار اهم حاجة، وانا بكتبها لك في كل فيديو عشان ما تكسليش تقوليها. صلي على الرسول كتير، استغفري ربنا كتير، وابدأي يومك كده الاول بالفطار. الفطار ده حاجة مهمة جدا. انا ما بعملش معاكم الفطار اليومين دول لان انا صايمة، فما بشاركش الفطار، عشان كده على طول بدخل في الغداء. لكن في العادي لازم تقومي الصبح كده تشوفي نفسك انتي بتحبي تشربي ايه، تشربي شاي، تشربي شاي بلبن، تشربي قهوة، شوفي نسكافيه اللي انتي بتحبيه اعمليه. اعملي سندوتش كده على قدك واقعدي افطري قبل ما تبدأي في اي حاجة. الفطار حاجة مهمة جدا. وقبل ما تبدأي قولي اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوي المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي. وشجعي نفسك كده وقومي شوفي بقى كده وراكي ايه. انتي احسن حاجة تعمليها ان انتي ترتبي اولوياتك. يعني مثلا النهاردة انا هعمل اوضة الاطفال، هعمل مثلا هغير الملايات، هشيل الدنيا، هعمل مش عارف ايه. اعرفي في مخك كده او اكتبي حتى في ورقة انتي عايزة تعملي ايه. ساعتها هتلاقي نفسك اتشجعتي وقمتي وهتعملي. هي بس اول حاجة لما الواحد بيبقى كسلان ومش قادر يقوم، انا مش قادرة اقوم مش قادرة اعمل، لما تقومي وبس تشيلي اي حاجة هتلاقي نفسك اتشجعتي. استغفري ربنا كتير، قولي يا رب اعني كتير، هتلاقي نفسك اتشجعتي وقمتي وعملتي كل اللي وراه. كان الدور في الجدول اللي انا عاملاه لنفسي كان النهارده على اوضه الاطفال. دخلتها كده وشلت الملايات بتاعتها وقمت جايه مطبقاها ومدخلاها الغساله عشان تتغسل. عبال ما اخلص الاوضه تكون الغساله خلاص خلصت الدوره بتاعتها.
وقمت جايه كده جايه شايله المخدات وشايله اللحاف وشايله الحاجات دي مطلعاها البلكونه ان هي تتشمس كده، تاخد تشميسه حلوه وتتهوى كده تهويه حلوه. واليومين دول كمان الشمس حلوه والجو ما شاء الله عليه جميل اليومين دول. رجعت بقى تاني الاوضه، كنستها كده الاول كنسه حلوه كده بالمكنسه العاديه. ولميت بقى الاتربه واي تراب فيها، وبعدين تجيبي بقى اي بخاخ عندك، تحطي مثلا فيه كلوروكس الوان على حبه خل على شويه ميه، وتلمعي بقى الموبيليا بتاعتك كلها. انا هنا بلمع بملمع الزجاج، بيخلي الخشب حلو جدا، بيديله لمعه كده حلوه جدا، وبيخلي التراب ما يجيش عليه كتير. لكن لو مش عندك خلاص مش مشكله، يعني تصرفي ما توقفيش على حاجه. تمام خلاص كده لمعت الموبيليا وكله تمام. جبت بقى كده ميه فيها كلوروكس الوان، وقلت بقى ايه اسيق الارض تسيقه حلوه. انا متعوده بسيق الارض بميه سخنه، يعني دي بتبقى ميه سخنه جدا. بعمل السخين كده على الاخر خالص، وبحط في الميه كلوروكس الوان، وبعدين ايه بمسك بقى الارض كده، بتنضف معاكي وبتعقم، وكمان بتشيل اي حاجه في الارض لازقه او اي حاجه كده. لمعنا الأوضة وعقمناها بالمية السخنة ونضفناها وخليناها زي الفل. لو وصلتي معايا لغاية هنا ولسه محطتليش لايك، فضلا منك يا حبيبة قلبي يا ريت تحطيلي لايك، لأن اللايك ده هو اللي بيشجعني وهو اللي بيرفع الفيديو لأكبر عدد يشوفوه. خلاص بقى الأوضة كده نشفت من المية خالص. جبت بقى ايه الملايات بقى هفرشها، وهفرش كمان فوقيها الكوفرتة ديت، عشان بس ايه لسه الجو ساقع، وعشان كمان ايه تحمي الملاية كده من تنطيط عيالي واللعباء عليها وكده. فانا بحب ايه احط مفرش على الملايات، خصوصا واحنا لسه الجو بارد، يعني لسه الجو ما حررش قوي. وكمان بتدي شكل حلو للأوضة كده، شكل مختلف يعني عن الملاية. احنا طول الصيف حاطين الملاية بس، لكن هي بس في الجو ده ايه بنحط كده مفرش حلو، كوفرتة اي حاجة كده يعني تحافظ بس على السرير. بس كده تمام. هدخل بقى اجيب بقى الحاجه، كانت هنا ايه اخدت لها بتاع ساعه كده ولا حاجه في الشمس والتهويه. بحب بقى طبعا انفض الحاجه كده بالمنفضه، بحس كده ان هي بتنشطها كده وتبقى بترجع لها نشاطها يعني. فاديت بقى كل حاجه كده تنفيضه كده بالمنفضه. وخلاص بقى هبتدي بقى ان انا ايه ادخل حاجه كل حاجه مكانها. هرجع بقى المخدات تاني بقى مكانها. كانت بقى كده ريحة الشمس كده ماسكة فيها كده، بصراحة بتبقى حلوة قوي لما تهوي الدنيا كده وتحطي حاجتك في الشمس كده. بتحسي كده ان الحاجة بتتحمص كده من الشمس، وبتبقى ريحتها حلوة قوي. لبستهم بقى كده الخضرويات بتاعتهم، وحطيتهم بقى مكانهم ورصيتهم كده. وبعدين هفرش بقى الأوضة بالسجاد. تشجعي بقى ولو وراكي حاجة في البيت كده قومي كده ما تكسليش، قومي اعمليها. وزي ما اتفقنا في أي وقت الصبح بالليل، هو طبعا شغلة النهار منسية زي ما بيقولوا، شغلة البدرية منسية، والكلام ده هو فعلا صح. أكيد طبعا لما تصحي الصبح بدري بيبقى أحسن بكتير. لكن لو انتي برضو بتصحي متأخر عادي مش مشكلة، يعني اعملي، المهم تعملي بيتك ويبقى ايه كده دايما نظيف وزي الفل. هنا بقى اللحظة الجميلة بقى، فرشت بقى السجاد وعطرت الأوضة. طبعا بقى دي بتبقى حاجة حلوة قوي. انا هنا ده ركن الصلاة بتاعي، بحب اصلي في الحتة دي، فبحب برضو كده اعطره عشان لما اجي اصلي كده اشم ريحة حلوة كده وايه، وتحسي ان انتي مش عايزة تقومي من الصلاة. خلاص كده كنت خلصت بقى الأوضة كده الحمد لله يا رب، الحمد لله، وخليتها زي الفل. الحمد لله ان ربنا ادينا الصحة والعافية ان احنا نعمل في بيوتنا. يا رب دايما يدينا الصحة والعافية ان احنا نعمل في بيوتنا، ومحدش ابدا يجي يعمل لنا ولا نتحوج لأي حد، لا قريب ولا غريب يا رب. دخلت بقى عشان اعمل بقى الغدا. كانت خلاص بقى هنا كده ايه، كانت قلت بقى عبال ما العجينة برضو تكمل خمرها ابتدي بقى ان انا ايه احضر بقية حاجات البيتزا. جبت بقى هنا البصل والفلفل والطماطم، قطعتهم كده طرنشات كده حلوة صغيرة كده رفيعة، عشان ايه نبقى نحطهم على وش البيتزا. انا هنا هحشي البيتزا عندي حاجتين. اول حاجة منهم هعملها بصدور الفراخ. انا كان عندي هنا صدور الفراخ اللي هي البانيه، كنت متبلاها بانيه عادي، شلت منهم 3 شرايح يعني بانيه، قطعتهم مكعبات صغيرة. وجبت مكعب زبدة وشوحت فيه 3 4 فصوص توم، وقمت جايه حاطه عليه الفراخ كانت عندي هنا متبله. انت لو مش عندك متبله طبعا هتتبليها بتوم بودره وبصل بودره وملح وفلفل اسمر والحاجات دي، لكن انا هنا كانت عندي متبله فما ما حطيتش فيها اي حاجه. بصراحه كانت طعمها حلوه جدا مع الزبده والثوم، مديها طعم حلو قوي، هيعجبك قوي.
اعمليها كده يعني تجديد يعني في البيتزا. وبعدين لما تكون عندك بانيه او حاجه ابقي شيلي شريحه شريحتين، ابقي اعملي بيهم بيتزايه هينفعوا، وهتبقي موفره معاكي ايه اكله برضو حلوه يعني. هنا العجينه كان بسم الله ما شاء الله خمرت وكانت طريه وكانت ناجحه وحلوه قوي. جيت كده كورتها بقى البيتزتين، طبعا انتي على العدد اللي هتحبيه اعملي زي ما انتي حابه. انا هعمل بيتزتين بس. وجبت بقى الحاجه، جبت الجبنه وجبت الصلصه والزيتون، وهي الفراخ اللي انا لسه مشوحاها، انا بس اديتها تشويحه بس كده بسيطه. هي الفراخ اصلا بتستوي بسرعه، تشويحه بس مع الثوم كده والزبده بس، كان ودت طعمها في حته تانية خالص، كان طعمها حلو قوي. جبت بقى كده اول عجينه. انا المفروض ايه بعد ما بتكوريها بتسيبيها شويه ترتاح عشان ما تلمش منك. طب هنا انا كنت عماله افرد فيها فبرضه عماله تلم مني. خلاص اسيبها كده في الصينيه، الف كده حواليها لفه، اعمل اي حاجه يعني اسيبها شويه كده وبعدين ارجع لها تاني. لما تسيبيها برضو كده 3 4 دقايق وترجعي لها تاني هتلاقيها اتفردت معاكي وبقت زي الفل. هنا بقى عايزه بقى تشكشكيها بالشوكه، عايزه تعمليها كده بايدك زي ما تحبي يعني. انا ما كنتش عايزه اعملها بالشوكه عشان انا كان نفسي ان هي ترتفع بس معايا شويه، ما كنتش عايزاها مصفوطه خالص، انا كنت عايزاها ترتفع شويه. وجبت هنا الجبنه دي عباره عن جبنه موتزاريلا مع جبنه قريش. الجبنه القريش على فكره حلوه جدا، بتديها مطه كده خفيفه حلوه. بس هنا نوع الموتزاريلا ما كانش حلو خالص، انا مش متوفقه خالص في مجايب الموتزاريلا. عمري ما جبت نوع حلو، الا كان انواع كده بجيبها معينه، لكن مش عارفه اجيبها دلوقتي. لكن نوع الموتزاريلا بصراحه اللي موجود كله مش حلو خالص. حطيت بقى الزيتون والبصل والفلفل والطماطم، وحطيت الفراخ اللي احنا عاملينها وخلاص كده. ودي كانت اول بيتزاية، حطيتها بقى على جنب عشان انا عايزه احط الصينيتين مع بعض في الفرن. تاني واحده بقى هعملها بالبسطرمه. البسطرمه بقى هنا كده بقطعها بس كده قطع صغيره، وبشيل اللي هو الثوم اللي فيها اللي على الجنب ده، بس مش بشيله كله، بسيب برضو حتت فيه لان هي برضو بتدي طعم حلو. هو بيبقى مر شويه بس لو حطيتيه كله هيمرر قوي، لكن تسيبي كده حاجات بسيطه كده بتديها طعم حلو بس. واحط برضو نفس الحكايه البصل والفلفل والحاجات دي اهو. بصوا نوع الجبنه بس ما بانش، يا خساره. كان نفسي اوريكم النوع، مش عارفه ليه ما ظهرش، ما خدتش بالي ان هو ما كانش ظاهر. نوعها مش حلو خالص بصراحه، مش عارفه اسمها تشيز ايه كده بس مش حلوه. بس وحطيت بقى الصواني كده مع بعض، بس بقى هي طلعت هنا اهي. كانت جميله جدا بصراحه. هي الحته اللي على الجنب دي غمقت مني شويه علشان كنت شغلت الشوايه وسبتها، بس يعني الحمد لله لحقت الباقي بس هنا بصوا كان سمكها حلو. انا كنت عامله من على لما تيجي تبططيها كده اعملي من على الحروف، اعمليها خليها عاليه شويه، الحرف خليه عالي شويه، حطي على على وشه صلصه كده هيبقى حلو جدا. وصبيت طبعا جنبه بيبسي وبس كده. بس كانت جميلة جدا بصراحة، وكان ده كان غدانا النهاردة. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم اطعم كل جائع على وجه الأرض يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الفضل ولك الشكر يا رب. كنا خلاص بقى الحمد لله اتغدينا وتمام. طبعا مش هنسى بقى الملايات والحاجة، كانت خلاص بقى الغسالة طبعا خلصت دورتها. قلت بقى ايه اطلع كده بقى ايه انشرها. كنا هنا على المغربية يعني، كان هنا المغرب بيأذن. قلت بقى كده ايه اطلع انشر بقى الملايات والحاجة بتاعتي، علشان اهم حاجة الملايات اول ما تاخديها من على السرير خديها على طبقيها وحطيها على طول في الغسالة. واول ما تخلص الغسالة قومي منشراها على طول، وخلي الغسالة ما تعصرهاش قوي، ما تجيبش العصر على الاخر، لا تبقى مندية شوية بحيث لما انتي تنشريها على الحبل تتفرد معاكي الملاية. ولما تيجي بقى تنشف خلاص وتطبقيها وتحطيها هتبقي مش محتاجة مش هتبقى مكسرة قوي معاكي على السرير، لا هتبقى مفرودة شوية. نشرتهم بقى كده، وكان هنا بقى الجو كده كان حلو، وكان صوت العصافير بصراحة كان جميل. وطبعا هنا وقت الحمام ما بيروح بيته وكده، وتلاقي بقى الناس واقفة بتدور على الحمام بتاعها، واللي بيصفر له واللي بيعمل علم عشان الحمام يشوفه فيعرف ان ده وقت البيات بتاعه فيرجع له تاني. بيبقى بصراحة منظر حلو قوي. والوقت ده اللي هو قرب المغربية كده، يا سلام لو تقفي في البلكونة كده مع كوباية شاي وتقولي أذكار المساء. ربنا يحصنك ويحفظك من كل شر وسوء، يكتب لكم الخير والسعادة يا رب. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، بتمنى يكون عجبك. يا ريت لو عجبك ما تنسينيش باللايك واشتراك في القناة. اشوفكم فيديوهات تانية كتير، اسيبكم في رعاية الرحمن، مع السلامة.